النهاردة هنعمل مع بعض خلية القرفة بس بطريقة مختلفة شوية عن اللي احنا متعودين عليها. هتبقى خلية محشية بالجبنة وعلى الوش من فوق هيبقى كرنب القرفة. بجد هشة وزي القطن، عجينة خفيفة ولذيذة وسهلة وبسيطة، متأكدة انها هتعجبكم وفتحت نفسكم وهتقوموا تجربوها. الوصفة دي للناس اللي بتحب السينابون او الحلويات اللي فيها قرفة، بس عايزة حاجة سهلة من غير لف وتعب وكده، يعني زي الخطوات بتاعة السينابون. قبل ما نبدأ وصفتنا أنا ريهام، لايك وشير للفيديو ويلا بينا نشوف المقادير. معايا 350 جرام من دقيق متعدد الاستخدامات أو مخصص للخبز. هنحط عليها معلقتين من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة. هنقلب المواد الجافة كويس مع بعض، وبعدين هننزل عليها ببيضة بدرجة حرارة الغرفة و160 جرام من الحليب برضو بدرجة حرارة الغرفة، وهنبتدي نقلب الأول بالمعلقة زي ما متعودين لحد ما العجينة بتاعتنا تبتدي تتشرب الحليب والبيض. وبعدين ندخل بقى الخطوة الجاية بإيدينا العجن، وطبعا نقدر جدا نستخدم العجان. لو هنعجن على ايدينا مش أقل من 10 دقايق، لو في العجان 5 دقايق. كده العجينة بتاعتي ابتدت تلم مع بعض. العجينة بتكون مش ملزقة، عجينة متماسكة وطرية، مش متماسكة اللي هي ناشفة يعني، فاهميني؟ دلوقتي ضفت عليها 60 جرام من الزبدة الطرية، وهبتدي اخلطها كويس جدا واعجنها كويس لحد ما الزبدة تختفي في العجينة بتاعتنا. ومهم جدا العجن لحد ما نوصل لعجينة طرية والملمس بتاعها ناعم. هوريكم دلوقتي قصدي. هنا اهو كده بعد ما الزبدة اختفت، بصوا بقى ايه الضرب كده في العجينة بيخلي الملمس بتاعها انعم كتير وبيدينا نتيجة ممتازة. المقادير دي هتطلع معاكم عجينة ناجحة وهشة زي القطن. تمام، انا رشيتها رشة دقيق بسيطة عشان هي حسيتها ان هي بتلزق واحنا مش عايزين عجينة بتلزق. بصوا كده لسه العجينة محتاجة عجن كمان. نقدر نعجنها طبعا على الرخامة او الكاونتر بتاعك عادي خالص. تمام، هنا خلاص هنسيبها تختمر. هنغطيها ونسيبها نص ساعة في الحر ده، نسيبها نص ساعة. دلوقتي هنعمل كرامبل القرفة. معايا ربع كوباية من الدقيق، عليهم ربع كوباية من السكر البني، ومعلقة نص معلقة كبيرة من القرفة ومعلقتين من الزبدة، وهنخلطهم بأطراف الصوابع كده، مش هنعجنهم عشان احنا عايزينه متفتفت زي البسكوت.